هلا والله، ازيكم يا شباب؟ النهارده جايبين حاجه عظمه. هتقول لي انمي هتلخصه زي كل مره؟ هقول لك قول يا رب، ويلا بينا بقى نبدا. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لان فعلا ده بيساعد. ويلا بينا. A few moments later. بنبدا الانمي على خراب ودمار وجنود ميته يمين وشمال، وبنلاقي وحش عملاق ما تفهمش ده تنين ولا ايه، وبيلمح قدامه مجموعه من المغامرين اللي واقفين قدامه. بيقول لهم ايها البشر الطائشون، ما تقدرش كائنات زيكم تهزمني. عوالم ظلام، اسوأ كارثه حلت على البشريه، غلفت العالم بضباب اسود. مش عارفين ايه اللي بيحصل في الضباب، لكن اللي نعرفه ان مفيش مخلوق حي بيقدر يعيش في الارض اللي موجود فيها الضباب. في طريقه واحده لانقاذ العالم قبل ما يلتهم الضباب كل شيء، علينا اننا نغزو الضباب. كل الكلام ده كان بيقوله تقريبا البطل بتاعنا، مش متاكد قوي يعني. المهم بيكمل وبيقول لندى حد اللي ده، انا هقتلك وانهي الجحيم ده. بيتعصب الوحش وبيبدا يجمع طاقه عشان يهجم عليهم. بيتحرك واحد بدرع قدامهم عشان يحميهم، بس بطلنا اللي ما نعرفش اسمه لحد دلوقتي بيخفي الضربه بسحره. بيتعصب التنين تاني وبيجمع طاقه اكبر عشان يهجم بقوه اكبر. بيحاول البطل يمنعها وبيقدر يخفيها، وبيقول لزمايله ان تم ختم كل تعاويذ التنين. الحمد لله حد نادى عليه وقال اسمه اللي هو ديزير. بيبدا المغامرين التانيين يهجموا على التنين في مشاهد جامده وتحريك. بص تحريك عظمه بجد، تحريك جامد وعظمه، وبجد لازم تشوفوا القتال ده عشان تستمتعوا كده. المهم بيقدروا يهزموه، وبيفرح الكل وبيقول ديزير لنفسه اخيرا هنقدر نخرج من الجحيم ده. بيقعدوا كلهم مع بعض وبيهنوا نفسهم، بس في واحد بيقول ان اتاخرت رساله اتمام المهمه، شكلنا هزمنا الهدف الغلط. بيرد واحد بيقول له بهزيمه برومير نابول، ده اسم التنين يعني لو انت مش مركز، المفروض ان المهمه اكتملت. بيقولوا هنعمل ايه لما نرجع؟ هم قاعدين بيفتح التنين عينه ويخرج منه طاقه شديده جدا. بيقول واحد انا واثق اننا قتلناه، وبعدين بيقول قلب التنين. سالوه ماله قلب التنين؟ قال لهم قرات في سجلات قديمه ان قلب التنين مش بيضخ الدم بس، بل وبيخزن كميات كبيره من المانا، ولما بيموت الدم بيتوقف عن الدوران والمانا اللي ملهاش مكان بتنفجر. بيقول له واحد ما كنتش عارف تقول الكلام ده قبل ما نقتله؟ قال له دي اول مره بشر يهزم تنين. بيحاول ديزير يمنع الطاقه ولكن بيفشل من القوه الخارجه من التنين، وبيستعدوا كلهم لنهايته. وبيقول ديزير هي دي النهايه، ويبدا يصيح بقى فاهم. فجاه بيتغير الموقف وبيلاقي نفسه لسه عايش في مكان تاني ومش لابس اي درع، وبنسمع صوت تصفيق وواحده بتقول اهلا بالطلاب الجدد باكاديميه هيبريو. بيستغرب ديزير وبيقول البروفيسوره بريجيت. بتكمل البروفيسوره كلامها وبتقول انا اسفه اني هقول لكم ده بعد كل المسافه اللي جيتوها لهنا، لكن ما ينفعش نسجلكم كلكم، هتعملوا اختبار وافضل 600 هيتم قبولهم. وبتقول لهم الاختبار هو، فبيقول ديزير معاها في نفس اللحظه تطهير عالم الظل، وبيتخض على طول والناس كلها بتخاف. فبتقول البروفيسور ان عالم الظلام ده اصطناعي، الهدف منه الاختبار، وهتعرفوا التفاصيل من زمايلكم الاكبر. وكل ده وديزير مصدوم. وبتكمل البروفيسوره اننا هنبدا اختبار الدخول لسنه 3613. بنروح بعد كده لديزير وهو واقف وبيقول مراسم دخول الاكاديميه، احنا بدانا المعركه ضد برومير في سنه 3613 ولمده 10 سنين. 10 سنين فضلا قاد ودمر كل حاجه، ايه كان الهدف يعني؟ وبعد كده بنروح ليه وهو قاعد في فناء الاكاديميه بيقول ده مش حلم، انا فاكر المشهد ده كله. بتيجي واحده وتقول له كنت بدور عليه. قال لها اسف. قالت له انا لادوريا، طالبه سنه تانية وهكون مدربتك. بيقول ديزير في نفسه لادوريا ساحره عبقريه بتستعمل سحر النار، ولو ما خانتنيش الذاكره احتلت المركز الاول في ترتيب الاكاديميه. بتقول له لادوريا هو انت من العامه؟ بيقول لها ايوه، واعتقد انها مش مشكله بالنسبه للتسجيل. قالت له ايوه بس حتى لو نجحت هتبقى في الفصل تجريبي. قال في نفسه ايوه عارف، الاكاديميه ليها نظام طبقي، بتحط النبلاء في فصل الفا وعامه الشعب في فصل تجريبي. حتى لو كان عندك الموهبه مش هتاخد تعليم لائق لو كنت من عامه الشعب. قضى كتير على مواهب في السحر بسبب الموضوع ده. بيروح هو ولادوريا عشان يروحوا مكان الاختبار. بيبص على المكان فبتقول له لادوريا ليه ما اتفاجئتش؟ قال لها شفتي مباني زي دي كتير. قالت له مفيش اي اماكن زي دي. المهم بيتحركوا عشان ما يتاخروش. بيجي واحد من ورا ينادي على لادوريا، بيسالها ديزير انت عارفاه؟ بتقول له انه عيل مزعج اسمه الهاي. بيقول ديزير لنفسه اعتقد ساحر بيستخدم سحر الماء. وبعدين بيسال لادوريا هو مش بيروق ليكي؟ قالت له انا بكرهه. وبعدين بيتوتر الجو بسبب تحديهم لبعض يعني، وشويه كلام من هنا على هنا. وبعدين بيسال الهايم ديزير عن اسمه، ولما بيجيب بياناته ويعرف انه من عامه الشعب بيضحك. وبيقول لديزير حتى لو حالفك حظ هتبقى في الفصل التجريبي، فالافضل ما تاخدوش. وبيسيبهم ويمشي. تتعصب لادوريا وبتقول له لازم تعدي الاختبار. وبيقول ديزير لنفسه كل الناس والاماكن اللي عارفها يعني غالبا ده ماضي، يعني ممكن تكون. وبيقعد يبص حواليه وبعدين بيقول مش هنا يعني. فتيجي بنت من وراه تقول له انت بتبص حواليك كده ليه؟ الموضوع ده محرج. بيقول ديزير رومانتيكا اسمها يعني، ويفتكر ذكرياته معاها ولما ماتت. وبيقول انا مش عارف ايه اللي بيحصل لكن مش هسمح للمأساة تحصل تاني وهعيد تغيير العالم. نرجع تاني وهو واقف قدام رومانتيكا، فسمعته لما قال اسمها وبتقول له انت ازاي عارف اسمي؟ احنا اتقابلنا قبل كده. بيقول لها ديزير اسف بس انا شفت ده، وبيبص على البيانات اللي على الشاشه وبيكون اسمها جنب اسمه. بتقول له يعني احنا في نفس مجموعه الاختبار، اتمنى ليك التوفيق.
على ما اعتقد، وبتسيبه وتمشي. بيقول ديزير لنفسه طبعا عارفك، انت ما عندكيش اي فكره قد ايه انا كنت حزين لفقدانك، مش هخليكي تمر بالموضوع ده تاني. بتيجي لدوريا وتقول لديزير انه في المجموعه دال، وبتقول له ان الاختبار هو سباق في المستوى المبتدئ لعالم الظلال، لكن ما تقلقش، مع انه عالم ظلال لكنه مش خطر. العوالم المستخدمه في اكاديميه هبريون مصنوعه للاختبار، نظام الامان شغال جوه، يعني حتى لو تلقيت ضرر هتقدر تعمل اخلاء على طول. قال لها ضرر؟ قالت له ايوه، ولسه هتكمل. بيكمل الهايم بقى، فاهم الباد اللي غلس ده مكانها، وبيقول استخدام السحر والهجمات على المتشاركين التانيين مسموح. تتضايق لدوريا، وبيكمل الهايم برضو ان من المستحيل عليكم كلكم اجتياز الاختبار. بتقول له لدوريا ما ينفعش تقول كده من غير ما تحاول. بيقول لها لكني واثق، وخليني اقدم لك متدربتي ايزيست، وهي فارسه سحر. بيقول ديزير لنفسه ايزيست اعرفك حق المعرفه، فارسه جليد وساحره دائره عاليه، بيمكنها استخدام السحر الرؤيه اللي مستحيل حد يصده، زائد انها ماهره في السيوف اكتر من الفارسان نفسه، زميله بيعتمد عليها حق. وبعدين بيقول بس تقريبا لسه مش بتتكلم كتير. بيضحك الهايم وبيقول مالك يا لدوريا، فقدت حماسي. بتقول له لدوريا حلفك الحظ بس. بيضحك الهايم ويمشي. بتقول لدوريا لديزير ان احتمالات الفوز ضد فارس السحر مش كبيره، بس ما تستسلمش. بيشكرها ديزير وبيتنادى عشان يبدا الاختبار، فبيتوجه المتشاركين للبوابه وبيبداوا يدخلوا، وبنروح ورا البوابه لعالم اخضر جميل، وبيعرفوا انه اول 3 من المجموعه دي هيجتازوا الاختبار، وان مسموح لهم استخدام تشويش الهجوم السحري او اي طريقه تانية، وانهم لو تلقوا ضرر قاتل هيتم اقصائهم. بيقول ديزير لنفسه ان ايزيست نجت حتى النهايه، هل ممكن تكون رجعت زي بذكريات من المستقبل؟ انا مش عارف هي بتفكر في ايه، زي ما كنت على طول. بتقول له ايزيست ديزير بيقول لها ازاي عارفه اسمي؟ بتقول له اني فحصت القايمه قبل ما اجي، انت في الدائره الادنى، لو واصلت تدريب مش هتوصل لحاجه، وما تقلقش انا مش بهاجم الضعفاء. فبيقول ديزير لنفسه شكلها مش فاكره حاجه فعلا، وبيبدا العد التنازلي للسباق، وبتنطلق ايزيست بسرعه وكله وراها، ويفضل ديزير ورومانتيكا. فبيجروا في رومانتيكا بتخبط كائن كده وبتتاسف له، فبيقول لها ديزير لسه بتحب الحاجات دي. بتقول له ايه اللي لسه، انت تعرف حاجه عني وليه ما تركزش في السباق؟ قال لها معاك حق، بس انا اشتقت للحاجات دي. وفي لحظه بيزقها ديزير من واحد منهم بيضرب عليهم سحر، فبترد رومانتيكا بسحر الرياح وبتقضي على الشخص اللي هاجمهم، وبعدين بتهاجم بقوه الاكتساح الجوي. وفي اللحظه دي بيكون النبلاء المسؤولين عن الاكاديميه مبسوطين بالطلاب الجدد، وبيتريقوا على ديزير انه عمي. وفي نفس مجموعه فارس السحر بنرجع لرومانتيكا اللي بقوه تعويذات بتطلق رياح قويه بتقضي على الاثنين اللي ورا ايزيست، وبتكون ايزيست بتقطع الرياح وتعدي منها. وبعدين بتبص رومانتيكا لديزير بتقول له كده احنا الاثنين نجحنا، ده اللي انت كنت مستني اقوله صح؟ انت التالي وانسى يا دنيا. ضحك تنسحب. قال لها ليه؟ قالت له تعبير اللي بتعمله بوشك بيعصبني. قال لها هو ده السبب؟ مش حاسه انه قاسي شويه؟ قالت له لا ابدا، انا بحاول اقنعك قبل ما تتاذى، انسحب بقى حالا. قال لها قرف. فبتقول له انت شفت سحري؟ انت غبي وبطل تبتسم، انا اديتك فرصه. وبتهجم عليه بكام تعويذه سحر، وبتلف عشان تمشي وفاكراه مات. فبيقول لها ديزير تقدري تتعاملي مع كل ده في وقت واحد زي ما متوقع منك يا رومانتيكا؟ فبتهجم عليه تاني، فبيغير ديزير مسار الهجوم. فبتقول له ازاي تعويذه عكس وانت في دائره ادنى؟ بتكمل هجوم تاني، فيفضل يعكس في تعويذ. بيقول لها ديزير ممكن ننهي الموضوع عشان لازم اهزم شخص تاني. فبتهجم عليه رومانتيكا بوابل من التعاويذ، فبرضه بيدمرها. وبيقول في نفسه انت قويه، ومفيش شك انك احد اقوى الطلاب للسنه دي، لكنك مش قويه كفايه، وعلى الحال ده هنكرر المستقبل، وعشان كده لازم انا اللي اكون فايز. وبيقول ديزرت ليها في 3 حاجات انت ما خدتيش بالك منهم. الاول ان مش تعويذه العكس بس اللي بقدر اعملها، وبيفعل تعويذه الدسم، التعويذه دي بتخف الجاذبيه يعني وبتمنع الاحتكاك. الثاني مش انا اللي كنت بقاتل طول الوقت. وثالث ان الهدف من الاختبار هو الوصول لخط النهايه. وبعدين بيفعل سحر النار وراه وبينفجر، فبيطير رومانتيكا وتقع على الارض، وبنروح لايزيست وبيلحقها ديزير بدخول رايق كده، فاهم الوقت. فبتلف ايزيست وبتقول له مش عارفه ازاي انت هزمت رومانتيكا، بس هتراجع في اللي قلته عليك انك ضعيف، وههزمك بكل قوتي. وبتطلق عليه السحر، لكن كالعاده بيعكسه ديزير، فبتاخد بالها وبتفعل التعويذه على طول، فبيعدل ديزيرت المسار. وحرفيا القتالات في الانمي ده جامده بجد، لازم تشوفوها. المهم بتقرر تهجم عليه بتعويذه كبيره، وبيستغل ديزيرت ده وبيخلي التعويذه تنفجر وراه عشان يستعمل الاندفاع لتقدم. وبيقرب من ايزيست، فبتحاول تطلع سيفها، فبيعدي من جنبها وبيقول لها انت مهووسه بهزيمتي يا ايزيست، وبيعديها وبيكون هو المتاهل الاول. وبيقول لنفسه ان لازم نبقى قوي يا ايزيست ورومانتيكا عشان نتغلب على الكارثه. وبيخرج حد من المجموعه فاسمه دونيتا، بيبص على رومانتيكا وايزيست وديزير وبيضحك. وهنا بتخلص اول حلقتين من الانمي. لو وصلتوا لحد هنا يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تسيبوا رايكم في الكومنتات واللايك والشير، ولو ما عملتوش سبسكرايب تعملوا. وبس كده، ده اللي كان عندنا النهارده، وسلام.